السلام عليكم. أهلا بكم بقناة سلطان المسك. النهاردة معانا عطر من أقوى وأفخم إصدارات دار توم فورد، اللي هو نوار إكستريم بارفان. يلا بينا نشوف إيه حكايته، إمتى تلبسه، وهل فعلا يستاهل كمية الفلوس الرهيبة اللي بتدفع فيه ولا لا. أول ما ترش العطر ده هتحس إنك دخلت عالم تاني. دي مش ريحة للفرافير خالص، لا دي ريحة لواحد تقيل. بتشم أول حاجة شوية توابل، خاصة الكاردموم أو الهيل أو الحبهان، وشوية على شوية زنجبيل وعلى شوية حمضيات، بس دي مش حمضيات فريش صافي، لا شوية فيها كده سويتنس، حلاوة أو لذاذة، بس مش لدرجة إنها تخليه فريش. بتدي بس شوية انتعاش خفيف في الأول مع التوابل، وبعد كده بيطلع نوتة الفانيليا، بس مش فانيليا طفولية، إنما فانيليا فيها توابل كتير جدا، هي مستوحاة من آيس كريم هندي اسمه الكولفي، اللي هو دايما بيبقى فيه الهيل والحبهان والقرفة. ريحة لذيذة جدا. لو هنتكلم عن النوتات، أول حاجة زي ما قلنا هتشمها اللي هي الهيل أو الحبهان، وبعد كده هيطلع الفانيليا. تعالوا نرش بقى عطر نوار اكستريم بارفام. انا بقالي فتره طويله جدا ما استخدمتوش، بس من احلى العطور اللي انا بحبها جدا من توم فورد بصراحه. العطور الشتويه او الخريف مثلا، احنا عندنا هنا في الصيف بيبقى الجو برد شويه، فيمكن نستخدمه هنا في الصيف بالليل. ايوه زي ما قلنا كده، الحبهان والبرتقان مع سموكي جدا العطر ده، يعني فيه كمية بخور كده، تحس انك خدت بخور كده جرعة زيادة شوية. وبعدين بيطلع لك بقى الحتة الفانيليا بقى اللي هي السويت قوي، لذيذة جدا. يعني بصراحة العطر ده يجنن يا جدعان، يتاكل، يعني مناسب جدا لديت مهم او خروجات ليلية. في كمان لمسة من خشب الصندل وعلى شوية عنبر، يا ريحة لذيذة جدا، هم اللي بيدوا العطر الجسم بتاعه. باختصار شديد جدا، أول شمة سبايسي وتوابل وبهارات، بعد كده بيبقى فانيليا سويت ودافي جدا، وبينتهي في آخر نوتة اللي هي الأخشاب، خشب الصندل وشوية ماسك، مسك وعنبر. وده بيدي للبرفان ده العمق بتاعه، وبيديه شويه كده من longevity، يعني انه يقعد في جسمك فتره اطول، يعني ما فيهوش اي حاجه صناعيه او رخمه يعني. كل حاجه هنا متوظفه صح، وتحس ان العطر ده يعني بصراحه متعوب عليه، وفي كميه ابداع رهيبه جدا. يعني بصراحه عايز اخد قطمه. من ناحيه الثبات بقى، في ناس كتير جدا مختلفين، فانا على جسمي بصراحه بيقعد 4 5 ساعات بالكتير جدا، وعلى اللبس يمكن يقعد 11 12 ساعه. الفوحان بقى اول 3 ساعات محترم، يعني تقيل، يعني بيبقى في حواليك كده هاله من الحلويات والاخشاب والتوابل. يعني عطر بجد يونيك، يعني ما في شمتش حاجه زيه، يعني حتى التقليد يعني مش هيعرفوا يجيبوا النوتات دي بالتناغم. من حيث ان العطر بصراحة ما فيهوش اي حاجة ريحة كده سينثيتيك ولا اي حاجة رخمة يعني. الفوحان اول 3 ساعات الناس اللي حواليك كلها هتشمه، فالافتتاح بتاعه طبعا مش هيقعد معاك لحد بعد ال3 ساعات، يعني بعد كده زي ما قلنا بيبقى سموكي، بيبقى كده كأنك فاهم حطيت بخور على جسمك. بيقعد معاك 3 ساعات محترمين يعني، وبعد كده بيبقى شوية قريب من جلدك، خصوصا لو المكان مقفول وانت في مكان ساقع زي مثلا فصل الشتاء او الخريف. زي ما قلنا العطر ده عطر مناسبات، يعني ديت نايت، ولا
خروجات رسمية، أو يمكن ينفع حتى تلبسه في الأوفيس، أو يمكن خارج مع أصحابك بالليل والجو برد الدنيا ساقعة. العطر ده بيتألق، ده لو انت عايز تسيب انطباع جامد. فالعطر ده عشان بس التوابل اللي فيه وسخونته فمش مناسب للصيف في رأيي الشخصي بصراحة. باختصار شديد، نوار اكستريم بارفام النسخة الجديدة من سنة 2022. عطر راجل واثق من نفسه، ريحته فيها أناقة وقوة بس من غير ما تكون مزعجة. لو بتحب العطور الدافية السويت شوية اللي معمولة بذوق عالي جدا، أنا أرشح لك عطر توم فورد نوار اكستريم بارفام. قولوا لي في الكومنتات لو بتحبوا النسخة دي أو النسخة القديمة، ولو جربتوه أو ناويين تجربوه. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان في عطور تانية جاية كتير.